في لاعب في النادي الاهلي منتحل شخصيه لاعب. اللاعب ده لازم مش تصفروه. انا اهلي عن نفسي لو عاوز تاخد فلوس ومشوه، مش عاوز اشوفه في النادي خالص. واقول لكم عليه في الاخر، منتهى شخصيه لاعب. يعني في لاعب في النادي الاهلي ما يصلحش، لا يصلح انه يكون لاعب، لانه لو فضل على وضعه كده هيحرق دم الناس دي، هيخلي الناس دي شعرها. المهم، بص يا سيدي، النهارده النادي الاهلي لعب مع فريق يعني كويس ان النادي الاهلي فاز. يعني الاهلي باللعيبه بكله يحمدوا ربنا ان هم فازوا على حرس الحدود. طيب ليه؟ حرس الحدود شغلتهم النهارده يدافعوا، مطلوب منهم دافع. طيب في هجمه مرتده ومحتاج مثلا معايا 3 لعيبه مع المهاجم، لا ما يبقاش في 3، هم 2 حلوين بس. ولو حسيت ان الهجمه المرتده هتفشل، ارجع دافع. بصراحه كل الاحترام والتقدير لمدرب حرس الحدود. بص يا سيدي، في البدايه خالص عشان بس نبداوا واحده واحده مع بعض كده، نقول لك الاخطاء ونقول لك السلبيات. اولا في لقطه جميله لازم نتكلم على لقطه حسين الشحات وهو بيجري، يمكن لقطه صغيره عشان يصطاد المصور اللي وقع. خدتوا بالكم منها؟ اللي خد باله منها يعمل لي لايك على طول. طيب حسين الشحات اثبت للنادي الاهلي انه لو اتباع الاهلي خسروا، عمل مباراه ممتازه. حسين الشحات النهارده لعب مباراه واحده من افضل المباريات اللي انت ممكن تشوفها. جراديشار بقى، يعني انت منزل لي محمد شريف ده هو ده، مش عاوز اقول عشان محدش يدخلني في قصص ثانيه. محمد شريف ما يلعبش اهلي، ضيع فرص ما تضيعش، الفرص دي ما تضيعش. ضاعت ازاي؟ انا هتجنن، انا هحصل لي حاجه مش هكمل. يعني جراديشار طلع يا اخي ما تلعب جراديشار 90 دقيقه، انت هتخسر ايه يعني؟ هو انت بتجري مكانه؟ ما تسيبه هو اللي يبطل ويلعب 90 دقيقه. بتنزل لي محمد شريف ليه؟ انت بتنزله يحرق دم الناس. الكره تيجي طلعها كده، الكره تجيله انفرادي طلعها كده، الكره تجيله مش عارف يعملها كده. اما خبر يا محمد، عندك محمود الزنفولي حارس مرمى حرس الحدود. بصراحه الراجل ده لا يسأل على الثلاث على الثلاث اهداف بسبب حاجه واحده، تكتل دفاعي. حتى الكره هو داخله مش هتشوفها يا محمود. انت ما انت كتر خيرك ان انت كملت المباراه بالثلاث اهداف دول. انا لسه هتكلم على حرس الحدود، انا بجيب لك اسماء اللاعيبه بس اللي عجبتني. وعندك محمد طاهر، لا النهارده كان حلو. طاهر كان حلو بصراحه، يعني ما جابش اهداف بس تسديداته ولعبه كان حلو. محمد هاني راجل 10 على 10، تسديدات متقنه، لعب متقن. لحد ما قول بقى، شوف انت هتقول لحد فين عشان انا عاوز اكمل كلام. طيب بص يا سيدي، الهجمات المرتده عند حرس الحدود، انا اول مره في حياتي اشوف مباراه بالشكل ده. دلوقتي اللعيبه، المباراه كلها بين الاهلي وحرس الحدود مبنيه عند حرس الحدود في فكره عندهم، احنا مش هنعرف نمرن، ناخد يعني تدي اللاعب كوره وياخد منك كوره، مش عارف تشوط لهنا، لا تطلع من بره ال 18 تشمع على طول، اطلع من بره ال 18 شمع على طول، اطلع من بره ال 18 شمع على طول. وبالفعل بيطلع بالكوره انفرادي بس ما بيعرفش ينفذ. عنده مشكله كبيره حرس الحدود في التنفيذ عنده. اللاعب يا ابني ما الشوط بتاع فاضي اهو. ما علينا، ودي مصلحه للنادي الاهلي، يعني دي خطا او مشكله حرس الحدود ما لعبش. فانا مش متكلم على ناحيه اللاعب الاهلي اللي كان بيلعب النهارده. اما ضربه الجزاء بتاعه النادي الاهلي، انا من وجهه نظري عليها كلام، الحق يتقال بقى عشان ما نحورش ياما. عندك ابراهيم عبد الحكيم لاعب حرس الحدود، بصراحه ابراهيم عمل ماتش 10 على 10 لاعب حرس الحدود. اما بقى الدفاع بتاع النادي الاهلي كان فيه شويه لجلجه، هو مش لجلجه، كابتن عماد النحاس زي ما تقول كده عارف ان حرس الحدود كلهم بيدافعوا، ما حطش في دماغه برضو ان في هجمات مرتده، فبالتالي ما كانش في دفاع عند النادي الاهلي. قل قليل، كان كله بيرجع يساند الثاني. يعني التشكيله اللي احنا شفناها دي تقريبا نفس تشكيله الماتش اللي فات للنادي الاهلي، كله بيهجم وكله بيدافع، بس حرس الحدود مش هتلحقه.
مروان عطيه بقى، مروان عطيه اللاعب ده واحد من افضل اللعيبه اللي من ضمن يعني اللي لعبوا في النادي الاهلي. لاعب مميز جدا وبيقدر يبني هجمه لفريقه، يا اما يبني هجمه مرتده، ما هو ما بيعملش هجمات مرتده عشان ما احورش انا بس واعمل نفسي فاهم قوي، بس هو لاعب حلو من وجهه نظر المتواضعه. طيب ياسر ابراهيم بصراحه عمل مباراه ممتازه جدا. ياسر ابراهيم والله العظيم من وجهه نظر اللاعب ده لو يعني طور من نفسه اكتر من كده هيبقى 10 على 10. مصطفى العش يعني اللي عاجبني فيه ان هو بيدافع وتلاقيه يخش كده ناحيه الباكات يدافع ويخش 10 لعب 10 على 10، واللاعب ده ليه تاريخ مع النادي الاهلي. عندك تريزيجيه ما ظهرش، طب ما ظهرش ليه تريزيجيه؟ لان في بن شرقي او في حسين الشحات، فهو ورا على طول حسين الشحات، مش عارف بتسموها ازاي بقى في الحاجات بتاعتكم دي. التحكيم يعني من وجهه نظري 10 على 10 بكل صراحه. اما بالنسبه لحرس الحدود كله كان بيدافع ومحدش بيهاجم. هم كانوا بيلعبوا بحاجه اسمها بعنوان يعني ايه، احنا هنلعب على الهجمه المرتده بس، شغلتنا النهارده الهجمه المرتده. ماشي ماشي. الاهلي لعب في الشوط الثاني باتنين راس حربه، محمد شريف نزل وبعدين جراديشار طلع، بس هم فضلوا الاثنين مع بعض. الخمس دقايق دول ولا 10 دقايق دول لا جراديشار استغل ولا محمد شريف استغل، جراديشار شكله زعل. رؤى نحمد ربنا ان احنا ايه يعني، رؤى انت لاعب على دماغي ولاعب محترم والله، بس محتاج تطور من نفسك شويه. انت يعني في الكوره بتجيلك انت بترتبك مش عارف ليه. طيب ضربه ركنيه احمد الشيخ وابو سليمه بيجيب الهدف جابها بركبته، وده خطا من مدافع النادي الاهلي عشان يكون عندكم علم بس. وهدف الثاني الهدف الاولاني عن طريق حمدي زكي يعني برضه محظوظ فيه بصراحه. الهدفين بتوع حرس الحدود محظوظين فيهم لدرجه مش طبيعيه. ليه محظوظين فيهم؟ بسبب ان التشكيله بتاعت الاهلي بتحكم ان هم يجيبوا اهداف، حكمتهم ان هم يجيبوا اهداف. ما توقعوش ان هم عارفين ان حرس الحدود مش هيهجم، بس ما توقعوش ان هم هيعملوا هجمات مرتده بثلاث اربع لعيبه يهجموا الهجمه المرتده وتلاقوه فرير. يا ابني انتوا بطلتونا، ده انا بطلت، ده انا وانا بسمع الماتش بطلت معاه، يروحوا ويرجعوا يروحوا ويرجعوا. وفي النهايه الاهلي عمل ماتش كويس، خد 3 بونت غاليين قوي 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 على النادي الاهلي، وبقى في المركز الخامس. استناه بقى في ماتش الاهلي والزمالك القادم، والله يبقى يوم يعني ما يعلم بلا ربنا. ده الدواء اهو، الشرايط اهي، وهنفضل نبلبعه بقى عشان القولون والعصبيه والكلام ده، بس ان شاء الله هو اللي هيفوز اللي في دماغي. وانا مش هقول لا اهلي ولا زمالك، هو الفريق اللي انا بحبه جوه قلبي، هستناه بقى اشوف مين اللي هيفوز وهيظهر على ملامح وشه. لايك بقى وشير الفيديو ده لاي حد ما تعرفه ولا ما تعرفش، شير يا اخي الفيديو ده، لو جاب حتى 200,000 لايك انا راضي خلاص. والسلام عليكم.